اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ما تيجي النهارده كده نعمل غدانا. هتعملي غداك ايه يا مجيد النهارده؟ هنعمله كفته بالبطاطس. اكله مغذيه وجميله، تحفه، وانا من عشاقها يعني. يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول، وتعالوا نخش على وصيتنا على طول. وبالله عليكم ما تنسوني بلايك حلو، تعليق منكم جميل كده. واللي ما دخلش قناتي يخش قناتي، يشرفني ونورني، بتشرف بيه. طبعا انا جبت ربع كيلو لحمه، قطعت عليه بصلايه كده وسط، وثلاث فصوص توم كبار، وربع اللحمه هنزل بيهم كده في الكبه. هطحن طبعا البصل مع التومه مع الب... مع اللحمه، اخلطيهم كويس جدا لحد كده ايه ما ينعموا معايا. هنا طبعا شبت وبقدونس، هاخد 3 معالق كده احطهم عليه. ومعايا رز ناعم هنا ربع كيلو لحمة، عليه ربع كيلو رز مطحون. ما تزوديش اكتر عن كده عشان يبقى طعم الكفتة بتاعتك جميل كده وطعمها حلو. ما تكتريش دي الرز عشان ما تبقاش طعمها ما فيهاش لحمة، لا كده يعني ايه، توازن كده. تمام تمام. مسكتها بقى، فضيتها من الكبة كده ومسكتها دعكتها كويس جدا. تعالي بقى ايه، نحط البهارات عليها. انا ما حطيتش البهارات في الكبة، قلت ايه ادعكها بيها كده. تمام تمام. مسكنا البهارات بقى، طبعا فلفل اسمر وشطه وكمون وكزبره وشويه ماجي وشويه ملح، ومسكت الكلام ده كله كده دعكته في قلب بعضه. وتعالوا بقى كده يلا ايه نلف كده الكفتايه. بصوا بسم الله ما شاء الله، ولا هي سايبه ولا اي حاجه. المقدار ده امشي عليه، هيبقى تطلعي كفته فوق النمره واحد. كفتتك هتبقى جميله جدا جدا جدا. طبعا انا من عشاق الكفته اللي هي ديت ام صلصه. كنا زمان الناس بتعملها في الافراح، جميله قوي. ولما كان يبقى عندك فرح تعملي بقى الحلة الكبيرة وتعملي بقى الكفتة دي بالبطاطس، وكانت يعني جميلة قوي. فأنا من عشاق الكفتة ديت. طبعا بعد ما صبعتها كده حطيت الزيت على النار، ويلا بينا نقليها مع بعضينا. الريحة هنا طالعة بقى وأنا بحطها في الزيت كده جميلة جدا جدا بجد يعني. ألف هنا وشفا على اللي هياكل. وبالله عليكم ما تنسوني بدعوة حلوة كده، ودعوة لأبويا وأمي بالرحمة، وأخويا ربنا يرحمنا ويرحم موتنا المسلمين أجمعين يا رب. يرحمهم ويرحم موتنا المسلمين أجمعين. هنا بقى أنا طبعا حاطة الكفتة على العين التانية. وهنا جبت البصلاية التانية اللي أنا كنت مقشراها معاكم، حطيتها هنا، حطيتها في الكبة وطحنتها، ورحت حطها بحمر فيها. هنا بصوا الكفتة طبعا ايه بتتحمر جميلة جدا. انا بقى اكلت لي كام واحده كده وانا بطلع كده الكفته. بصوا واقفه باكل. انا طبعا انا حاجه جميله بحبها وهي مقليه سخنه كده، لما تبرد ما اكلهاش، اكلها وهي سخنه كده بتبقى طعمها جميل جميل جميل. هنا شوحنا البصل خليناه كده ده مكرمل وجميل. طبعا كان عندي لحمه وكان في حتتين ليا، كان عندي لحمه ضاني، فقلت احطهم مع البصله كده اشوحهم يسلوا في البصله ويخلوا طعم الشوربه طعم الصلصه جميل. ورحت نازلة طبعا ايه بالشوربة. هنا بقى خلصت الكفتة طلعتها، ورحت مقشرة بطاطستين كده مقطعاهم مكعبات. بصوا هنا الصلصة طبعا خلاص كده قربت على سوا، داخلة على سوا، بقى سايبات السبك. تعالى نعمل شوية رز بقى كده صغيرين. حطينا كوبايتين رز ومعلقة سمنة على زيت، ونزلنا الرز شوحناه. وبعد ما شوحناه حطيت طبعا معلقة ملح ومعلقة ماجي، بحب الرز بالماجي أنا. ورحت نازلة عليه بالمية وأسيبه ياخد ويدي كده مع نفسه، وأركنه على جنب بقى يغلي، وأروح حطها على عين الواطية وأوطي عليه. تعالوا حطوا بقى هنا الملح، حطيت ماجي، حطيت فلفل أسمر، وسبتها كده بتتسبك مع نفسها. بصوا هنا الكفتة جميلة جدا جدا. حطيت برضو، بحب أحط راولي وحبهان في الصلصة، بتدي طعم جميل قوي، جربيها. وهي طبعا لحمة بتبقى طعمها جميل. طبعا بعد ما اتسبكت نزلت بالبطاطس. الدخان طبعا طالع، انتم مش شايفين التسبيكة لونها جميل، بس الكاميرا طبعا ظلمانة. الرز بقى والي عليه موطية عليه. ونزلت هنا بعد البطاطس ما دخلت على سوا كده، رحت نازلة بالكفتة. ما تهريش البطاطس خالص، تبقى نص تكة كده، وتروحي نازلة بالكفتة تاخد غلوة. مع الكفتة هتستوى خالص. رحت نازلة بقرن فلفل وهسيبها بقى تاخد وتدي كده مع نفسها. تعالوا بقى هنا الرز بقى استوى والكفتة استوت، ويلا بينا بقى نغرف كده وندوق الجمال والحلاوة دي. بالله عليكم ما تنسوني بلايك حلو، تعليق منكم حلو. يا رب اللي يعمل لي لايك يحج السنة دي يا رب، يوعده بحجة كده إن شاء الله. تعالوا بقى كده ايه نغرف بقى كده شوية رز، ونغرف بقى شوية صلصة كده بالكفتة. الله الله على الريحة وعلى الجمال.
بالله عليكم ما تنسوني بلايك، ويا رب النهارده أكون ضيفة خفيفة عليكم، ويكون أكلي عجبكم، وما تنسونيش بلايك، وأقول لكم إيه بقى جربوا أكل مجيدة النهارده، وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد عليكم الأيام بخير يا رب، واعملوا لايك عشان أعمل لكم كل جديد، وتفعيل الجرس ما تنسوهوش، ربنا يبارك لكم يا رب كده، وقولوا لي إيه رأيكم بقى في الطبخة الجميلة دي النهارده، نقول لكم باي باي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.